تخيل معايا شخص يتحول من كاتب قصص وروايات لمجرم وقاتل، وبعد كده بكل بجاحة ينشر رواية فيها تفاصيل جريمته اللي ارتكبها على أرض الواقع. يعني حكى كل حاجة عملها وهو بيقتل، تفاصيل محدش يقدر يعرفها غير مجرم، ومجرم محترف كمان. شخص زي ده أكيد غروره ونرجسيته واصلين لأعلى مرحلة بالنسبة له. هو كتب في الرواية إن ده هيكون تحدي للشرطة إن هم يمسكوه. قصة فيها تفاصيل كتير وغريبة جدا جدا. خلينا نعرف مين المجنون ده النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد عصام ودي حلقة جديدة النهاردة. حلقتنا النهاردة هي حلقة حقيقية بالكامل، مفيهاش اي تفاصيل زيادة، هي حلقة حدثت بالفعل. قبل اي حاجة ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين والمستضعفين في كل مكان ان ربنا ينصرهم. كمان ما تنساش تتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش بقى انك كمان تحط اللايك كده وانت بتسمع الفيديو. وبدون مقدمات كتير يلا بينا نخش في حلقة النهاردة. في ديسمبر سنة 2000 في منطقة في مناطق شرق بولندا كان في 3 صيادين بيصطادوا سمك على ضفة نهر من الأنهار، وفجأة شافوا حاجة ظاهرة على المية من فوق. في الأول فكروا إنه ممكن يكون جذع شجرة، لكن لما قربوا أكتر منه أول حاجة شافوها هو شعر طويل طالع من الجذع ده، شعر شكله شعر إنسان. وبسرعة طبعا أدركوا إن اللي قدامهم ده مش جذع شجرة، لا ده جسم إنسان طايف على وش المية. الصيادين طبعا جريوا وطلعوا الجسم ده من المية، وطبعا الراجل ده كان فارق الحياة. اتصلوا فورا على الشرطة وطبعا بلغوا على اللي هم شافوه. وأول ما وصلت الشرطة اكتشفوا إن جسم الشخص ده مربوط وإيده الاتنين مربوطين ورا ظهره، والحبل اللي مربوط بيه إيده ممتد لحد رقبته ولافف حوالين رقبته. يعني أي حركة من الإيدين أو إنه بس يحاول يفك نفسه هيشد الحبل أكتر على رقبته. الشرطة على طول عرفت إن اللي قدامهم ده جريمة قتل مش انتحار. المشكلة إنهم لقوا الجثة في النهر بالشكل ده والطريقة دي. أكيد المجرم مسح أي دليل وراه يخص الجريمة اللي عملها، مفيش أي أمل إنهم يلاقوا أي بصمات أو DNA أو أي حاجة من دي. وعلى الأغلب هو ده كان هدف المجرم أصلا، إن هو يرمي الجثة في النهر. بعد فحص المختصين والدكاترة للجثة كان في جروح وكدمات قوية جدا في الجثة، وكمان المعدة والأمعاء كانت فاضية تماما. وده معناه إنه قبل ما يموت اتعذب بطريقة بشعة واتحرم من الأكل لمدة كبيرة. وفوق كل ده كانت رئته مليانة مية، وده معناه إنه اترمى في المية وهو صاحي. وزي ما قلت لك من شوية يا صديقي إن الحبل اللي كان مربوط بيه كان كل ما يحاول يفك نفسه كان الحبل يخنق رقبته أكتر، فبالتالي كل ما حاول ينقذ نفسه كان بيسرع موته أكتر. وده اللي أدى إنه يفضل مدة أطول في النهر ومات غرقان. أما بالنسبة للشرطة فكان واضح ليهم إن الجريمة دي جريمة شخصية، القاتل كان بينتقم من الضحية. وده اللي ظهر في آثار التعذيب والطريقة الوحشية اللي ماتت بيها الضحية. بعد ما الشرطة بحثوا عن الناس المفقودة ووصلوا لهوية الضحية كان راجل اسمه داريوش يانشفسكي. كان شاب في ال30 وكان بيشتغل مدير في شركة دعاية وإعلانات، وكان مختفي من شهر تقريبا. من وقت ما لقيوه في النهر الشرطة على طول بدأت التحقيق في القضية واستجواب لأهله والناس المقربة لداريوش، لكن للأسف كل ده وما وصلوش لأي نتيجة. داريوش حسب كلام الناس كان راجل عادي وعايش حياة عادية جدا، ما عندوش أي مشاكل ولا عداءات مع أي حد ولا أي ماضي إجرامي. الشرطة كانت كل ما تحاول تمسك طرف خيط في التحقيق ما كانوش بيلاقوا أي نهاية تأيدهم للخيط ده. استمرت الشرطة على الحال ده لمدة 6 شهور، بعدها القضية اتقفلت ضد مجهول لفترة كبيرة. الشرطة البولندية كان عندهم إجراء روتيني إنهم كل فترة مثلا سنة تقريبا بيتفتح كل القواضي المقفولة وبتتراجع. مش معنى كده إنها تتفتح تاني بشكل كلي، لا هي بتروح لمحقق جديد غير اللي كان ماسكها قبل كده. المهم يا صديقي فضلوا كده لحد سنة 2003، بعد 2 من قفل القضية أول مرة. القضية مسكها محقق جديد اسمه ياتسيك فرونيتسكي للمراجعة. المحقق ده كان عارف عن القضية قبل ما يمسكها، لكن القضية كانت معروفة في كل البلد، فكان عنده رغبة كبيرة إن هو اللي يحلها أو يوصل لحاجة جديدة فيها. فبدأ ياتسيك ده إنه يذاكر القضية كويس جدا ويدور بين السطور فيها. وخلال البحث ده خد باله من حاجة المحققين اللي قبله ما خدوش بالهم منها. الحاجة دي كان ليها علاقة بشهادة أم داريوش، أم الضحية. كانت بتشتغل محاسبة في شركة الدعاية والإعلان اللي كان بيشتغل فيها ابنها،
وفي الاستجواب مع المحققين قالت إنها جالها اتصال من شخص غريب يوم 13 نوفمبر سنة 2000، وده كان آخر يوم كانت تشوف فيه ابنها. على حسب كلام الأم، على الساعة 9:30 الصبح في اليوم ده وصل اتصال لمكتب الشركة من شخص مجهول كان بيسأل عن داريوش، وكان كلام الشخص ده إن هو محتاج شغل مستعجل ومحتاج يطبع 3 لوحات إعلانية. لكن لما أم داريوش طلبت منه معلومات عن اللوح دي رفض جدا إنه يقول لها عن أي تفاصيل عن الشغل ده، وقال لها إنه محتاج يتواصل مباشرة مع داريوش. بالرغم من إن الرد ده كان غريب جدا بالنسبة لأم داريوش، لكنها ما فكرتش كتير في الموضوع وقالت للراجل ده ان داريوش مش موجود في المكتب وكمان مش هيرجع دلوقتي. وبكل تلقائية ادت الراجل ده رقم تليفون داريوش علشان يتواصل معاه مباشرة، وبعدها قفل المكالمة من غير حتى ما يعرفها بنفسه ولا يقول لها اسمه. بعدها بساعات رجع داريوش للمكتب، فأمه قالت له على اللي حصل في التليفون وقالت له انه اخد رقم تليفونك. فرد عليها داريوش وقال لها ايوه فعلا في شخص اتصل عليا واتفقوا ان هم يتقابلوا في وقت العصر. ودي كانت آخر حاجة حصلت بين داريوش وأمه. ولما الشرطة تعقبت المكالمات اللي كانت في الشركة دي واللي كانت في تليفون داريوش، اكتشفوا ان المكالمتين كانوا من تليفون عمومي في الشارع، وكمان التليفون ده كان موجود في نفس الشارع بتاع الشركة. يعني الشخص المجهول ده اللي عمل المكالمات كان قريب من المكتب، وغالبا بنسبة 99% كان مراقب تحركات داريوش. وطبعا على طول المحققين اعتبروا الشخص المجهول ده المشتبه فيه الرئيسي في القضية، لكن للأسف التليفون العمومي ده كان ممكن أي حد يستخدمه، بكده التليفون ده مش هيدلهم على أي شخص، فاعتبروه ملوش لازمة. نرجع بقى للمحقق ياتسك، آخر واحد مسك القضية. لما شاف ياتسك الملف تاني أخد باله من تفصيلة ما حدش غيره خد باله منها. تليفون داريوش ما كانش موجود ولا في بيته ولا في الشركة ولا في عربيته ولا حتى في مسرح الجريمة. معنى كده ان التليفون اللي كان معاه اختفى. المحققين اللي قبل ياتسك اعتقدوا ان التليفون ده اختفى في النهر او ان القاتل اتخلص منه، لكن المحقق حط افتراض ان يمكن القاتل احتفظ بالتليفون مثلا. معنى كده انه لو قدر يتعقب التليفون يمكن يقدر يوصل بيه لمكان القاتل. بالفعل بدأ ياتسك يتعقب التليفون، وكان من حظه ان مرات داريوش كانت محتفظة بفاتورة التليفون، وبالفعل اخد الفاتورة عن طريقها قدر يعرف المحقق الرقم التسلسلي بتاع التليفون، وبالرقم ده قدر يعرف من شركة الاتصالات ان التليفون لسه شغال رغم ان الجريمة عدى عليها اكتر من 2 سنين. بدأ يمشي المحقق ورا طرف الخيط اللي مسكه وقدر يتتبع التليفون لحد ما قدر يوصل للمالك الحالي للتليفون، واكتشف ان خلال ال2 اللي فاتوا اتنقل التليفون من بين 4 اشخاص. فكان ياتسك بيتعقب كل واحد فيهم لغاية ما وصل لأول واحد كان معاه التليفون بعد ارتكاب الجريمة على طول. الشخص ده قال للمحقق ان هو اشترى التليفون من موقع على النت، ولما سأله عن الوقت اللي اشترى فيه التليفون ده اكتشف انه اشترى التليفون بعد 3 ايام بس من اختفاء داريوش. معنى كده ان اللي عرض التليفون ده على الموقع غالبا بنسبة كبيرة هيكون هو القاتل. فتح الموقع ورجع للإعلان بتاع التليفون ده وشاف ان التليفون كان معروض للبيع ب$100. الشخص اللي عرض التليفون ده كان يوزر نيم بتاعه كان اسمه كريس B7. ولما فتح المحقق ملف المستخدم بتاعه وصل لاسم شخص وكان اسمه كريستيان بالا. وطبعا على طول الشرطة طلعت تفاصيل الشخص ده وكل بياناته، واكتشفوا ان الشخص ده راجل في الثلاثينات وانه كاتب قصص وروايات. المحقق طبعا كان متحمس جدا انه وصل لحاجة جديدة خالص غير اللي وصل ليها بقية زمايله. وبعد كده يا صديقي بدأ يدور في حياة الراجل اللي اسمه كريستيان ويعرف تفاصيل اكتر عنه، وقرر انه يجيب احدث رواية كتبها ونزلها اخر حاجة، وكانت عبارة عن رواية جريمة واسمها اموك. ولما المحقق ياتسك قرأ الرواية حس نفسه بيقرأ مذكرات قاتل، مش قاعد بيقرأ رواية عادية. الطريقة العنيفة السادية اللي كان بيحكي بيها الكاتب ما كانتش ابدا طريقة كتابة رواية عادية من نسج الخيال. احداث الرواية كانت كلها مكتوبة بطريقة حقيقية، طريقة جربها الكاتب وعاشها، مش بس تأليف. ومش بس كده، لا ده كمان كان اسم الشخصية الرئيسية في الرواية كان كريس، يعني مسمي الشخصية الرئيسية في الرواية شخصية القاتل مسميها على اسمه. كريستيان بالا ده كان واصف شخصية القاتل على انه شخص خارق مش بتنطبق عليه اي قوانين ولا اي قانون يخص البشر ولا حتى قوانين الطبيعة. كان في الفصل ال9 في الرواية بيحكي جريمة قتل لبنت شابة اسمها ماري. ماري دي كانت حبيبة كريس في الرواية، لكن هي خانته، فكريس مسكها وربط ايديها ورا ظهرها بالحبل وربط باقي الحبل حوالين رقبتها.
أيوه، بنفس الطريقة اللي كان مربوط بيها داريوش. وفضل كريس بطل الرواية يعذب حبيبته ماري ويطعنها بالسكين لحد ما ماتت، وبعد كده راح وباع السكينة دي اللي هي الدليل الرئيسي في الجريمة على موقع بيتباع فيه الحاجات المستعملة. المحقق وهو بيقرا الحاجات دي كلها في الرواية كان حاسس بحاجات كتير متشابهة بين قضية داريوش وبين اللي كاتبه الكاتب في الرواية، وخصوصا ان في تفاصيل الشرطة ما كانتش اعلنت عنها للصحافة، زي مثلا الطريقة اللي كان مربوط بها داريوش واللي استخدمها الكاتب في الرواية. خليني بس افكركم ان حلقة النهاردة حلقة حقيقية، يعني اللي انا بقوله ده حدث حقيقي تقدروا تسيرشوا وتشوفوا فعلا وتتأكدوا من وجود الكلام ده. خلينا نكمل حلقتنا. فكده المحقق ياتسك اتأكد بنسبة 99% ان كريستيان بالا هو القاتل. طبعا الطبيعي ان اللي يحصل ان هم يجيبوا كريستيان ده ويستجوبوه، لكن اللي الشرطة اكتشفته ان كريستيان ده طلع بره بولندا في سنة 2001 بعد الجريمة بسنة. المحقق كان عارف انه ما عندوش ادلة كفاية انه يفتح تحقيق او انه يطارد المجرم ده دوليا. كل اللي كان في ايده انه بس تشابه بين اللي حصل وبين اللي كاتبه في روايته الاخيرة. بس المشكلة انهم لسه ما يعرفوش ايه السبب اللي خلى كريستيان يعمل كده. على حسب كلام عيلة داريوش واصحابه ان كريستيان وداريوش ملهمش اي علاقة ببعض ولا اي تواصل، ومن تحليلهم للجريمة وشكل اثار التعذيب على جسم داريوش كان باين جدا ان ده انتقام شخصي، يعني اللي كان بيعمل ده كان بيعمله بكل غل. فليه يكون كريستيان بالا بيعمل ده في داريوش وهو مفيش ما بينهم اي علاقة ولا اي تعامل؟ المحقق كان عاوز يفتح التحقيق مع عيلة كريستيان بالا واصدقائه، لكن فكر ان هم ممكن يقولوا له انهم بيحققوا معاهم عشان قضية داريوش فيفضل بره وما يرجعش تاني لبولندا، وعشان كده رجع في كلامه على طول وما فتحش استجواب لعيلة كريس. فقرر انه يرجع للرواية تاني ويكمل الاحداث بتاعتها، يمكن يوصل لاي حاجة تدله ان ليه المجرم ارتكب الجريمة دي. وفعلا كان ظنه في محله، ولقى ان الرواية كلها بتلف حوالين السبب اللي خلى القاتل يرتكب جريمة زي دي. وبالرغم من ان السبب كان دايما قدام ياتسك في الرواية، الا انه ما كانش قادر يعرف ان هو ده السبب، لانه ما كانش عارف تفاصيل كتير عن حياة كريستيان. ولو اخدت بالك اني لمحت على السبب ده من شوية، بس ولا انت ولا المحقق ياتسك هتعرفوا السبب الا لما يتقبض على المجرم كريستيان بالا. المهم يا صديقي، ما كانش فيه اي حاجة في ايد المحققين غير ان هم يستنوا على امل ان كريستيان يرجع تاني البلد يوم من الايام. وعدى سنة والتانية والتالتة، وفي 2005 اخيرا في مطار من مطارات بولندا وصل كريستيان بالا، واللي اثناء ما بيخلص اجراءات المطار ظهر لضباط المطار انه مطلوب القبض عليه، وفورا تم التحفظ عليه. وخلال دقايق جت الشرطة وقبضت عليه بشكل رسمي بعد 5 سنين من ارتكابه للجريمة. ياتسك وباقي المحققين اللي معاه بدأوا على طول التحقيق. لكن الغريب والمتوقع يا صديقي ان كريستيان بالا كان هادي جدا، ما كانش حتى باين عليه اي توتر، وكان بيجاوب على كل الاسئلة بكل هدوء وثبات انفعالي، وما كانش مديهم اي حاجة تثبت عليه الجريمة، وكان بينكر كل حاجة بتتوجه له. في الوقت ده كان المحققين بدأوا ييأسوا منه، لكن واحد من المحققين سأل كريس: انت نفذت الجريمة لوحدك ولا كنت بتساعد حد تاني؟ وكان متوقع من كريستيان الانكار كالعادة، لكن المفاجأة ان السؤال استفز كريستيان، وحس ان المحقق مستصغر كريستيان وانه تابع لحد. لكن الصاعق في وقتها كان رد كريستيان لما قال له: لا، انا ما كنتش بساعد حد، وانا اللي نفذت الجريمة كلها لوحدي. محدش كان متوقع ان سؤال تافه زي ده ممكن يستفزه للدرجة دي، وغروره نساه انه كان موجود في اوضة التحقيق. وبعدها بدأت تصرفات كريستيان تبقى غير مفهومة، بدأ يلف حوالين نفسه كأنه مش مصدق انه جوه اوضة التحقيق، ويبان عليه اعراض الانهيار، وفضل يصرخ ويقول انه محتاج دكتور. فورا المحققين وقفوا التحقيق وطلبوا الاسعاف، وبعد الفحوصات الدكتور قال ان كريستيان سليم 100% ويقدروا يكملوا معاه التحقيق. رجعوا تاني لأوضة التحقيق، ورجع كريستيان للهدوء التام اللي كان فيه، والمحققين جابوا الورق اللي فيه الاعتراف بتاعه وطلبوا منه انه يوقع على اقواله. لكن فجأة كريستيان غير رأيه وسحب كلامه وقال: لا، مش همضي، ورجع تاني ينكر كل حاجة اتوجهت له. وقتها المحققين فهموا انه بيلعب وبيمثل عليهم، وشايفين انهم مادة لرواية جديدة هو هيكتبها. وقتها عرفوا انهم بيتعاملوا مع مريض نفسي وشخص نرجسي لأعلى درجة، شايف نفسه الأذكى والوحيد اللي قادر يسيطر على المكان. هنا المحققين وأولهم ياتسك قرروا انهم يعملوا قضية قوية جدا ضده في المحكمة، وبدأ ياتسك يستجوب الناس القريبة من كريستيان بالا واهله واصحابه بكل اريحية خلاص لانهم قبضوا عليه.
خلال التحقيقات دي بدأ ياتسك يعرف أكتر عن ماضي كريستيان وأكتر عن شخصيته، ومن خلال كلام الناس اللي تعرفه قوي عرف إن كريستيان شخص ذكي جدا وشخصيته قوية جدا جدا، ومغرور وشايف نفسه على كل اللي حواليه ومتلاعب جدا، وكان بيحب الكذب زي عينيه. كان دايما بيحكي قصص عن نفسه تبينه إن هو سوبر هيرو. وفوق كل ده كان ليه علاقات نسائية كتير جدا. في سنة 1995 لما كان عنده 20 سنة قابل بنت اسمها ساتاشا، وكالعادة قدر انه يجذبها ليه بذكائه وكاريزمته، وبعد وقت قليل جدا اتجوزوا من غير ما تعرف ساتاشا شخصيته الحقيقية الا بعد الجواز. على الرغم من انهم كان عندهم ولد، لكن فضل التوتر والقلق بينهم دايما، وكان دايما كريستيان بيزعق فيها ويضربها لأتفه الأسباب. طبيعته النرجسية كانت بتفرض عليه انه لو ما قدرش يفرض عليها رأيه كان لازم يضربها ويكون عنيف جدا معاها، وهنا هي فهمت طبيعته الإجرامية العنيفة. ففي الوقت ده كريستيان كان للأسف دايما بيخون مراته بشكل متكرر، والمصيبة الأكبر انه كان بيتباهى بده، مش بيخبيه أو بيخليه سر. ولما مراته بتواجهه بحاجة زي دي كان رده عليها بيكون ان هو هيعمل اللي هو عايزه وهي هتفضل تطيعه وتبقى تحت أمره، وان مهمتها بس انها تفضل في البيت وتربي الولاد. تخيل معايا البني آدم ده واصل لأي مرحلة من النرجسية. وبعد فترة كان كريستيان مش ثابت في شغل، شوية يبقى معيد في الجامعة وشوية يشتغل في التجارة، لكن دايما بيفشل في أي مجال بيدخله. لكن هنا نسأل بقى، هو كريستيان ده كان فعلا ذكي ولا مجرد واحد النرجسية عنده عالية وهو بس اللي شايف نفسه ذكي؟ المهم فضل كريستيان على الحال ده فترة كبيرة جدا لحد ما مراته ما قدرتش تتحمل الوضع ده، فلجأت للمحكمة، ومن هناك أخدت حكم طلاق وسابته. لكن طبعا كريستيان حس ان الطلاق ده اهانة كبيرة لكبريائه، وبقى متعلق جدا بطليقته اكتر، ويمكن حتى اكتر من الاول. نرجسيته كانت بتوصله انه يقول ازاي ان هي تسيبني، انا اللي بسيب مش بتساب، وكان دايما شايف ان طليقته انها حقه ومش من حق اي حد تاني. فبدأ النرجسي كريستيان انه يراقب تحركات ساتاشا، واحيانا كان بيروح لها ويهددها ان اي راجل تاني يقرب لها او هي تدخل حياتها اي حد تاني هيقتله. في سنة 2000 ساتاشا بدأت تتعرف على راجل جديد، بدأت تدخله في حياتها أكتر. وأيوة فعلا يا صديقي زي ما جه في بالك، الراجل ده كان داريوش. المحقق لما وصل لكل الحاجات دي الصورة بقت واضحة قدامه جدا، وبدأ يستنتج إن لما كريستيان بالا عرف إن طريقته بدأت تدخل داريوش في حياتها قرر إنه يقتل داريوش. والسبب الرئيسي في الجريمة هو الغيرة، نفس السبب اللي كان موجود في الفصل التاسع في الرواية. الفرق الوحيد بس إن كريس اللي في الرواية قتل حبيبته، أما كريس اللي في الواقع قرر يقتل حبيب طليقته. وهنا فهم ياتسك ليه القاتل كان بينتقم من داريوش، لأن زي ما قلت لك من شوية يا صديقي إن داريوش قبل ما يموت تم تعذيبه بأبشع الطرق لمدة كذا يوم، وبعدها اترمى في النهر وهو حي. المهم بعد ما اتقبض على كريستيان الصحافة والإعلام كلهم عرفوا قضيته وجريمته اللي عملها، والموضوع حتى خرج بره بولندا، وبدأت صحافات دول تانية تعرض الخبر وتنشر الجريمة بتاعته. عنوان جذاب جدا لأي حد إن قاتل بيستخدم تفاصيل جريمته كرواية وبيتم بيعها للناس. رواية أموك اللي كتبها كريستيان بالا بقت تقريبا البيست سيلر لمدة كبيرة. الصدمة هنا بقى لما المحكمة قررت إنها ما تستخدمش الرواية كدليل في محاكمة كريستيان. المدعي العام شاف إن الرواية مش هتساعد في إثبات التهمة عليه، لأنها في النهاية هي مجرد قصة من تأليف كاتب، مش قصة توثق أحداث حصلت بالفعل. والتشابهات اللي بينها وبين الجريمة اللي حصلت في الواقع مش معناها انها اعتراف مؤكد من كريستيان على جريمته، وبالعكس كريستيان كان عاوز ان المحكمة تستخدم الرواية بتاعته كإثبات التهمة عليه، علشان يثبت للإعلام ان المحكمة بتاخد حاجات من وحي الخيال كإثبات ودليل على جريمة قتل. وكان بيستخدم الحيلة دي كوسيلة دفاع عن نفسه عشان يشتت الأنظار عن جريمته البشعة. لكن المحكمة فاجئته انهم ما استخدموش الرواية ضده، وفي جلسة من الجلسات هو حاول يقول للقاضي انهم في التحقيق يستخدموا الرواية ضده، وحاول يدخل حيلة الرواية دي في الدفاع عن نفسه. لكن القاضي فاجئه ورد عليه وقال له ان محدش جاب سيرة الرواية في الجلسة، ومفيش حد هنا بيحاكمك على اللي انت كتبته في روايتك، احنا هنا بنحاكمك على جريمتك مش عشان الرواية. وطبعا كريستيان في الوقت ده كان في قمة غضبه لما لقى الدفاع الوحيد اللي كان هيستخدمه علشان يدافع عن نفسه فشل، وكان واضح عليه الغضب والتوتر، وشخصيته الهادية دي اختفت تماما لما عرف ان خلاص التهمة كانت بتثبت عليه اكتر واكتر من غير اي وسيلة دفاع عن نفسه. الادلة ضده كانت كتيرة جدا. اولها كان تليفون داريوش، الاكاونت اللي عرض تليفون داريوش للبيع كان حساب يخص كريستيان بالا، وده كان اغبى شيء عمله كريس.
يعني بدل ما يتخلص من التليفون ده الطمع عماه وراح باعه علشان يكسب منه شوية ملاليم. الدليل التاني كان الكارت اللي استخدمه في التليفون العمومي. في بولندا التليفون العمومي كان بيستخدموا فيه كارت، ولو فاكر لما قلتلك ان كان في اتصال من مجهول لشركة داريوش كان خارج من نفس الكارت ده، والاتصال اللي دار بين داريوش والشخص المجهول برضو كان خارج من نفس الكارت ده. بالرغم من ان الشرطة ما قدرتش توصل للكارت ده وما كانوش عارفين بشكل اكيد ان كريستيان هو صاحب الكارت، لكن كانوا يقدروا يعرفوا الاتصالات اللي كانت خارجة من الكارت ده عن طريق شركة الاتصالات، وكان من ضمن الاتصالات دي كانت مكالمات لعائلة كريستيان وأصحابه. الدليل الثالث هو كان شهادة طريقة كريستيان ستاشا واعترافها بالمعاملة اللي كان بيعملها بيها كريستيان، المعاملة العنيفة، وبعد كده الهوس انها مش هتكون لحد غيره، والغيرة القاتلة حتى بعد ما اتطلقوا، واخيرا تهديده ليها انه هيقتل اي راجل يدخل حياتها. وطبعا وضحت للمحكمة انها كانت على علاقة بداريوش قبل ما يختفي، لكن كريستيان فضل ينكر كل حاجة بتقولها وينكر انه يعرف داريوش ولا كان بينهم اي تواصل. وهنا بقى الدليل الرابع يظهر، وهو الحاجات اللي في بيت اهل كريستيان. كريستيان قبل ما يخرج من بولندا كان عايش في بيت ابوه وامه، فالشرطة قررت انهم يروحوا يفتشوا بيت اهل كريستيان يدوروا على اي دليل ممكن يكون سايبه وراه. طبعا عدى 5 سنين على الجريمة، فما كانوش متوقعين ان هم ممكن يلاقوا اي حاجة، لكن لما دخلوا فتشوا لقوا شوية حاجات كان سايبها كريستيان وراه في البيت. من ضمن الحاجات دي لقوا مذكرة فيها تفاصيل عن شركة داريوش، شركة الدعاية والإعلانات، ولقوا برضو قلم عليه شعار الشركة، وفوق كل ده لقوا كارت عليه اسم داريوش، وكل ده كان في بيت كريستيان. وكريستيان طول المحاكمة قال انه مفيش اي تواصل مع داريوش او اي مقابلات ما بينهم، بس وجود كل الحاجات دي في بيت كريستيان يبين كذبه الصريح قدام المحكمة. السؤال هنا، ليه الغباء ده؟ يعني ليه يفضل محتفظ بكل حاجة تخص الضحية في بيته؟ ده في علم النفس الإجرامي بيسموه جوائز الجريمة. المجرم بيحس انه نفذ جريمته بكل ذكاء، فبيكون عاوز يخلي معاه تذكار يفكره بإنجازه ده نوع تاني من النرجسية. أما بقى الدليل الخامس كانت تعليقات كتبها كريستيان على الفيسبوك. وقتها كان في برنامج جرائم مشهور بيتعرض في بولندا، وفي بداية القضية البرنامج ده ذاع عن القضية، ومقدم البرنامج حتى كان بيحاول يساعد الشرطة في حل القضية. ومن خلال الصفحة بتاعت البرنامج على الفيسبوك كان بيوصل لهم تعليقات كتير جدا عن القضية من أماكن كتير، وتحديدا آسيا وأمريكا. ولما الشرطة فضلت تتعقب التعليقات دي ومين اللي نشرها من خلال رقم IP، اكتشفوا انها نفس الدول اللي سافر لها كريستيان خلال فترة غيابه طول ال5 سنين. وطبعا مواعيد دخول وخروج كريستيان لكل بلد كان موجود في جواز سفره، فلما قارنوا الأوقات اللي حصل فيها التعليقات دي بالأوقات اللي دخل وخرج فيها كريستيان لقوا تطابق في التواريخ. كريستيان هو اللي كتب كل التعليقات على الفيسبوك، فتخيل كمية البجاحة اللي هو عاملها. أما الدليل السادس والأخير كان شهادة واحد من أصحاب كريستيان قدم شهادة في المحكمة إنهم في ليلة رأس السنة سنة 2000، السنة اللي حصل فيها الجريمة، وتحديدا بعد شهر من الجريمة بالظبط، وخلال الليلة دي وهم بيحتفلوا كريس فضل يشرب كتير جدا لحد ما بقى سكران. ووقت ما هو كان سكران اعترف لصاحبه ان قتل حبيب ستاشا اللي هي طليقته. وقتها صاحبه ده ما كانش مصدق وكان فاكر انه سكران وبيقول اي كلام، لكن لما اتعرفت القضية وكريس اتقبض عليه راح صاحبه فورا واعترف باللي قاله كريستيان ليلة راس السنة. وبكده المحكمة والقاضي ما كانوش محتاجين اي دليل اضافي لإثبات التهمة على كريستيان، وفعلا حكمت المحكمة عليه انه مذنب وقاتل. لكن الحكم اللي حكموه عليه كان غريب جدا، حكموا عليه ب25 سنة. يعني اصلا المفروض القاتل المفروض يتحكم عليه بالاعدام، او زي امريكا بيحكموا على القاتل بسجن مدى الحياة. لكن الحكم اللي اخده كريستيان كان غريب ومش مفهوم، وعلى حسب ما عرفت انهم مش بيحكموا بمؤبد في بولندا الا يعني نادر جدا. يعني ممكن يحكموا بيه على قاتل متسلسل، مجرم قتل اشخاص كتير، لكن خطف انسان وتعذيبه وتقتله يعني لا، دي تاخد فيها بس 25 سنة. يعني المجرم النرجسي ده هيخرج من السجن بعد 10 سنين وهو عنده 60 سنة. لو كمان ارباح روايته اللي حكى فيها الجريمة ما زالت قائمة وفي تزايد ومحفوظة في البنك باسمه، وهو لحد دلوقتي مش بينكر اي تهمة توجهت ليه، وبيقولوا ان المحكمة والشرطة يستخدموا روايته برضو عشان يثبتوا التهمة عليه. انتوا ايه رأيكم؟ تكوين الشخصية غريب جدا، والتعامل مع الحادثة نفسها غريب جدا، وان شخص يعمل كده ويبقى عنده الجرأة ان هو يكتب الكلام ده في كتاب ويتنشر للعامة برضو ده غريب جدا. بس لحد دلوقتي تكون خلصت قصة النهاردة. يعني قصة حقيقية بالكامل بس تحسها جاية من نسج الخيال. حابب اشكركم طالما وصلتم لحد هنا.
ما تنسوش تتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة وفعالين زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كمان لو في قصة حقيقية حصلت عايزين نحكيها او قصة من تأليفكم حابين اننا نحكيها، ما تنسوش تبعتولي على الاكونت الشخصي برضه، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كمان ما تنسوش تنضموا للجروب بتاعنا على الفيسبوك، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تكتب لي تعليقك وتعمل الحلقة لايك. كمان ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم. ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جاية. تصبحوا على خير.